ركز معايا شوية. فرق كبير جدا في العلاقات ما بين الناس النرجسيين والنرجسيات وما بين الناس الطبيعية. النرجسيين والنرجسيات عندهم منطقتين: منطقة الحبيب ومنطقة العدو المبين، يا أبيض يا أسود. هم دول اللونين اللي هم يعرفوهم فقط. أما الناس الطبيعية عندهم 3 مناطق. المنطقة الأولى هي المنطقة البيضاء اللي فيها الناس اللي بيحبوهم وبيحبوك، يعني أنت بتحب حد وحد بيحبك، دي المنطقة البيضاء. المنطقة التانية الرمادية اللي فيها الناس اللي ولا أنا بحبهم ولا أنا بكرههم، بيني وبينهم سلامات، سلام عليكم وعليكم السلام، صباح الخير صباح النور. تقابلهم في مكان، تقابلهم في لايف، تقابلهم في جيست، مفيش مشكلة خالص ما بيننا. احنا بيننا في المنطقة الرمادية أنت ولا حبيبي ولا عدو. أما المنطقة الثالثة، بصوا ده الفرق بقى، دول منطقتين النرجسيين طبيعيين 3 مناطق. المنطقة الثالثة هي المنطقة الشفافة. المنطقة الثالثة هي المنطقة الشفافة اللي فيها الناس اللي هم بيكرهوني وأنا بالنسبة لي مش شايفهم أصلا. بالنسبة لي الناس شفافين، مفيش جوايا ناحيتهم أي حد. الناس الطبيعية يا جماعة مبيبقاش عندهم منطقة سودة. النرجسيين عندهم يا أبيض يا أسود، الطبيعيين عندهم أبيض ورمادي شفاف. المنطقة الشفافة دي فيها ناس بتكرهني، حاسدين حاقدين عليا، عمالين يشوهوا سمعتي وأنا أصلا مش شايفهم ومش بذكرهم. أنا رجعت لهم منطقة الزيرو، منطقة الصفر، منطقة الغرباء، بل إنهم غرباء بلا فرص لدخول حياتي مرة تانية. لكن أي غريب تاني ممكن يخش حياتي كصديق، كعلاقة عاطفية، كشغل، كأي حاجة. ده الفرق في العلاقات ما بين الناس الطبيعية والنرجسيين. النرجسيين وديها للمستقبل.